ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وفيها ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وهم الذين عبدوا الرحمن وخضعوا له وذلوا له حبا وتعظيما وإجلالا واختيارا وطوعا وإنابة واستسلاما وتعظيما ورجاء. والثاني فريق في السعير هم الذين اتبعوا الشيطان وجنده، ولذلك يقودهم الشيطان إلى النار، هو يقودهم ويتبرأ منهم وسط النار. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان لأن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنا مغني عنكم شيء وما أنتم بمصرخي مغنين عني شيء إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وتكون النتيجة أن عباد الرحمن يجاورون الرحمن وعباد الشيطان يجاورون الشيطان، انتهى. الشيطان من جاور أسفل سافلين والرحمن من جاوره في أعلى عليين في مقعد صدق في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وأعلى المنازل الفردوس الأعلى لأنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. انتهوا كذا. ولهذا قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله مثل السوء كمثل الكلب إن تعمل آيات أو تتركه يلهث على لا شيء.